في إحدى الغابات الكثيفة، عاش فيل ضخم يدعى فريدريتش. كان فريدريك فيلاً طيب القلب ولطيفاً، وكان يحب مساعدة الحيوانات الأخرى في الغابة. وبالقرب من فريدريك، عاشت نملة صغيرة تدعى نورا. كانت نورا نملة نشيطة وعملية، وكانت تعمل بجد لجمع الطعام وبناء مستعمرتها. ومرة، وقعت نورا في مشكلة عندما تعثرت على حفرة عميقة ولم تتمكن من الخروج منها. كانت تصرخ وتستغيث، لكن لا أحد يستطيع سماعها. في هذا الوقت، كان فريدريك يمشي بجوار الحفرة وسمع صوت النملة الضعيف. سرعان ما أنحنى فريدريتش ونظر في الحفرة، وبمجرد أن رأى النملة، قرر أن يساعدها. حاول فريدريك استخدام خرطومه الطويل لمساعدة نورا على الخروج، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب عمق الحفرة. لم يستسلم فريدريتش، بل قرر أن يبحث عن حل آخر. ذهب إلى الشجرة القريبة وقطع فروعاً صغيرة وألقاها في الحفرة. بدأت الفروع تتراص وتتكدس، وبفضل جهود فريدريتش ونورا، تمكنت النملة أخيراً من الصعود على الفروع والخروج من الحفرة. شكرت نورا فريدريتش بكل ما أوتيت من قوة، وأعربت عن امتنانها العميق له. ومنذ ذلك الحين، أصبحت نورا وفريدريتش أصدقاء حميمين. كانوا يساعدون بعضهم البعض في الغابة ويقضون وقتاً ممتعاً معاً. وهكذا، تعلمنا من قصة فيل ونملة في الغابة أن الصداقة والتعاون يمكن أن يتجاوز الحجم والقوة، وأنه في أوقات الحاجة يمكن للأصدقاء أن يساعدوا بعضهم البعض ويجتازوا المصاعب معاً. بعد الحادثة التي جمعت بين فريدريك الفيل ونورا النملة، قرر الاثنان الاستمرار في مغامراتهما معاً في الغابة. أصبحوا ثنائياً مشهوراً في الغابة، حيث كانوا يساعدون الحيوانات الأخرى ويحلون المشاكل. في إحدى المرات، انتشرت في الغابة شائعات عن كنز مفقود في منطقة مجهولة بعيدة. كان الكنز يعتقد أنه مدفون تحت شجرة ضخمة في غابة الأشجار المتساقطة. سمع فريدريتش ونورا عن هذه الشائعات وقرروا البحث عن الكنز معاً. انطلق الثنائي في رحلة شيقة عبر الغابة، وواجهوا العديد من التحديات والمخاطر في طريقهم. تجاوزوا الأنهار وتسلقوا الجبال وتفادوا الفخاخ المخفية. كانوا يعتمدون على بعضهما البعض ويستخدمون قوتهما وذكاءهما للتغلب على الصعاب. بعد أيام من البحث المضني، وجد الثنائي أخيراً الشجرة الضخمة المذكورة في الشائعات. كانت الشجرة تبدو قديمة ومهجورة، وكان هناك شعور من الغموض يحيط بها. بدأوا في حفر الأرض حول الشجرة بحثاً عن الكنز المفقود، وبعد بضع ساعات من الحفر، اكتشفوا صندوقاً خشبياً قديماً مدفوناً في التربة. فتحوا الصندوق بحذر وكانوا مذهولين لما وجدوه بداخله. كانت هناك مجموعة من الأحجار الكريمة الثمينة والمجوهرات الثمينة. فرح الثنائي بالعثور على الكنز وقرروا أن يقوموا بتوزيعه على الحيوانات الأخرى في الغابة. قاموا بإعلان الخبر وجمعوا الحيوانات في حفلة كبيرة، حيث قاموا بتوزيع الكنز والمجوهرات بعدل وسخاء. ومنذ ذلك الحين، أصبح فريدريتش ونورا أبطالاً في الغابة. كانوا يحظيان بحب واحترام جميع الحيوانات، وكانوا يعتبران قدوة للتعاون والصداقة. استمروا في مغامراتهم المشوقة وأثروا حياة الجميع بطريقة إيجابية. وهكذا، انتهت قصة الفيل والنملة في الغابة بنجاح وسعادة،
وتعلمنا منها أهمية التعاون والصداقة في تحقيق السعادة.